كشفت تقارير صحفية عن رغبة محور فريق الكرة بنادي الهلال والمنتخب الوطني عبد الله عطيف في الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وذكرت صحيفة المدينة أن تيسير الجاسم نائب رئيس النادي الأهلي يقود مفاوضات إدارة النادي مع اللاعب عبد الله عطيف من أجل إنهاء الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية. هذا وأبدى عطيف الذي دخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال رغبة في الانتقال إلى الأهلي في ظل رغبته في اللعب أساسيا وغيابه عن المشاركة أساسيا في مباريات الهلال خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابات غيبته عن الملاعب. وكان عبد الله عطيف قد استهل مشواره في صفوف الشباب خلال موسم 2011-2012، ثم لعب في صفوف لوتيانو البرتغالي في موسم 2012-2013 قبل انتقاله إلى صفوف الهلال. وخضع عبد الله عطيف 158 مباراة مع الهلال، منها 106 مباراة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. صنع خلالها 6 تمريرات حاسمة وتوج بالعديد من الألقاب مع الهلال، أبرزها الدوري السعودي 5 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، كأس ولي العهد، كأس السوبر السعودي 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين. أعلن نادي الهلال عن خوض لاعب الوسط عبد الإله المالكي لعملية جراحية في الرباط الصليبي. ونشر الهلال رسالة دعم إلى المالكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت على النحو التالي: أجرى لاعب الهلال عبد الإله المالكي عملية جراحية في الرباط الصليبي تكللت بالنجاح. وأعلن الهلال عن إصابة عبد الإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية منذ انتقاله إلى صفوف الأزرق بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته في مباريات الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في الجولة 12 من مسابقة دوري جوشن السعودي. وكان المالكي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في فبراير الماضي عقب انتقاله إلى صفوف الهلال خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول في مباراة اليابان ضمن تصفية كأس العالم فيفا قطر 2022، وأجبرته الإصابة على الغياب طويلا عن الملاعب، حيث لم يشارك المالكي مع الهلال سوى 4 مباريات فقط، بواقع 3 مباريات في دوري روشن السعودي ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين. نفى الإعلامي الرياضي الموثوق جيرارد روميرو تجديد ميسي عقده مع باريس سان جيرمان مثلما تردد في الأيام الماضية. وشرح روميريو عبر حسابه بمنصة تويتر تفاصيل أزمة الأسطورة الأرجنتينية مع فريق العاصمة الفرنسية على النحو التالي: مفاوضات ميسي مع باريس بدأت قبل مشاركة اللاعب مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022. ميسي أعطى موافقته إلى إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده، وذلك قبل البطولة العالمية على أن يوقع بعد العودة من قطر. بعد تتويج ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، تراجع اللاعب عن قرار تجديد عقده مع الفريق الباريسي. وكشف الإعلامي الرياضي الموثوق عن أن ميسي يعيد التفكير في مستقبله حاليا، حيث أن كل شيء وارد خلال الفترة القادمة. هذه التصريحات تفتح الباب أمام النادي الهلال مجددا للتعاقد مع ميسي في الميركاتو الصيفي القادم، وكذلك إعادة المنافسة مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو المنضم مؤخرا إلى الغريم النصر. جدير بالذكر أن ناديي برشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي يحاولان التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية إلى جانب الهلال أيضا. كشفت تقارير عالمية عن إصابة البرازيلي ميشايل ديلغادو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي تعرض لها في مباراة الفريق أمام أبها، والتي تهدد بغيابه عن كأس العالم للأندية. تعرض ميشايل لإصابة أجبرته على مغادرة ملعب مباراة أبها في الدقيقة 58 ليشارك مساماري بديلا له في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة 2-1 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالمز ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي. هذا وذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية أن ميشايل شعر بألم في ركبة الساق اليسرى ليغادر ملعب المباراة ويتوجه إلى مقاعد البدلاء باكيا. ويواجه ميشايل خطر الغياب عن رحلة الهلال إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022 التي تقام خلال الفترة بين 1 و11 فبراير المقبل، حيث يستهل الهلال مشواره بمواجهة الوداد الرياضي المغربي في الدور الثاني ليتأهل الفائز لملاقاة فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي. تأتي تلك التقارير على نقيض من التصريحات التي أطلقها المدير الفني للهلال الأرجنتيني رامون دياز حول إصابة ميشايل في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حيث قال ميشايل: تعرض لإصابة في الكتف وأعتقد أنها إصابة خفيفة وسيكون متواجدا معنا قريبا. كشفت تقارير صحفية عن سبب رحيل صانع الألعاب البرازيلي ماثيوس بيريرا عن نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكدت صحيفة الرياضية أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز سبب رحيل بيريرا عن الهلال إلى الوحدة الإماراتي.
وأوضحت ذات الصحيفة أن إدارة فهد بن نافل رأت عدم حاجة الفريق لبقاء بيريرا في ظل بقاء دياز على رأس الجهاز الفني، خاصة وأن الأخير لا يستعين بخدمات النجم البرازيلي. وفضلت إدارة الهلال التخلص من رواتب بيريرا التي سيتحملها النادي الإماراتي حتى نهاية الموسم الجاري. هذا من جهة أخرى، فجرت صحيفة مفاجأة أن بيريرا كان قد وصل لاتفاق مع نادي كور ين ثاينز على كافة شروط التعاقد، إلا أن إدارة الهلال وقفت ضد إرادة اللاعب وأصرت على انتقاله إلى فريق الوحدة الإماراتي حسب ما أفادت به الصحيفة البرازيلية. أعلنت صحيفة الرياضية نقلا عن مصادر بالرابطة المحترفة بيع حقوق بث مباريات دوري الروشن السعودي إلى 37 قناة أجنبية في 125 دولة. هذا وأشارت المصادر إلى أن هذه القنوات طلبت شراء حقوق بث مباريات دوري روشن بعد انتقال رونالدو إلى نادي النصر في الشتاء الحالي، ونفت حصول النصر فقط على عوائد هذا البيع، مؤكدة على أن الأموال سيتم توزيعه بين الرابطة وجميع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين وفقا للائحة. بالتالي فإن نادي الهلال سيكون صاحب العائد المالي الأكبر من هذا البيع، والذي جاء بسبب صفقة النصر مع رونالدو، وذلك باعتبار أنه بطل الدوري في النسخ الثلاث الماضية. كشفت تقارير عالمية عن إصابة البرازيلي ميشايل ديلغادو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي تعرض لها في مباراة الفريق أمام أبها، والتي تهدد بغيابه عن كأس العالم للأندية. تعرض ميشايل لإصابة أجبرته على مغادرة ملعب مباراة أبها في الدقيقة 58 ليشارك مساماري بديلا له في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة 2-1 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالمز ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي. هذا وذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية أن ميشايل شعر بألم في ركبة الساق اليسرى ليغادر ملعب المباراة ويتوجه إلى مقاعد البدلاء باكيا. ويواجه ميشايل خطر الغياب عن رحلة الهلال إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022 التي تقام خلال الفترة بين 1 و11 فبراير المقبل، حيث يستهل الهلال مشواره بمواجهة الوداد الرياضي المغربي في الدور الثاني ليتأهل الفائز لملاقاة فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي. تأتي تلك التقارير على نقيض من التصريحات التي أطلقها المدير الفني للهلال الأرجنتيني رامون دياز حول إصابة ميشايل في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حيث قال ميشايل تعرض لإصابة في الكتف وأعتقد أنها إصابة خفيفة وسيكون متواجدا معنا قريبا. زف الإعلام الرياضي عايد العلوي بشرى سارة إلى جماهير نادي الهلال قبل المواجهة المرتقبة أمام الفيحاء بكأس السوبر السعودي. يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعدا مع نظيره الفيحاء في إطار مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، ويستضيف فريق الهلال نظيره الفيحاء على استاد الأمير فيصل بن فهد الملز يوم الخميس المقبل عند الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة.